الحلقة رقم 32 من بسمة عمل. الشماعة أسهل من المراية. حقيقي في موظفين أي حاجة تحصل عندهم تفسير جاهز. خد عندك، المدير ما بيدعمنيش، العميل ده صعب جدا، السوق واقع، الظروف دايما مش مناسبة. لكن عمرك ما تسمع منه أنا قصرت أو كنت ممكن أعملها أحسن. أحكي لك بقى على ياسر. كان في فريق المبيعات وأرقامه دايما تحت المطلوب. كل شهر عنده حكاية جديدة يبرر بيها شغله، مرة السوق، مرة المنافسين، مرة الإدارة. مدير الجديد بقى قال له إيه؟ يا ياسر، خلي بالك، أنا مش جاي أسمع منك ليه ما حصلش، أنا جاي أسمع إزاي هيحصل. ياسر فكر في الكلام ومخدوش على محمل الجد. فضل في نفس الدايرة لحد ما جت إعادة الهيكلة. طبعا وانتوا عارفين إعادة الهيكلة بيحصل فيها إيه. وكان ياسر أول واحد يخرجه من الفريق. أكيد انت عارف ليه. ورسالتي ليك النهاردة، طول ما انت بتدور على شماعة عمرك ما هتبص في المراية، ولا يبصش في المراية بتاعته ما بيتغيرش. التوصية ليك النهاردة، قبل ما تلوم أي حد اسأل نفسك أنا دوري إيه في اللي حصل. حتى لو الظروف صعبة، دور على جزء انت تقدر تتحكم فيه واشتغل عليه وابدأ بيه من النهاردة. خلي النقد الذاتي عادة مش عقوبة. الشماعة بتعلقك في مكانك، المراية بتحركك لقدام. وسؤالي ليك النهاردة، آخر مرة حصلت مشكلة هل فكرت انت كان ليك دور فيها، ولا رحت تدور على شماعة على طول؟ أشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.